الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. في هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى نبدأ تعليق على كتاب المتممة الأجرومية. طلب مني أخ فاضل عزيز علي أن نراجع معه هذا الكتاب مراجعة يسيرة لا تعليقات كثيرة. فأقول قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الأجرومية، تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات، نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات، إنه قريب مجيب الدعوات. هذه مقدمة للكتاب، والكتاب كاسمه متممة للأجرومية. الأجرومية ذلكم الكتاب الصغير الحجم الكثير الفائدة. فأراد رحمه الله تعالى بعد أن كتب ذلكم الكتاب أن يأتي بمتممة لها لأجل أن يكمل الفائدة التي بقي من الأصل. فهكذا أهل العلم يكتبون للمبتدئين كتابا ثم يأتون بمكملات، فهذا مكملة لما بدأه في أول هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: الكلام ويتألف منه. الكلام العربية يتألف عن جملة، ولا يكون الكلام إلا جملة. أما كلمة مفردة لا تكون كلام إلا إذا كان هناك كلمة مقدرة فيها، مثل فيقال لك: من هذا؟ تقول: أخي. أخي كلمة، والتقدير أخي، هذا أخي، فصارت جملة يتكون عن كلمات، فصار كلمة لما تألف من كلمات وصارت جملة. والكلام يتألف من عدة جمل. أولا، شروط الكلام ما هو؟ قال رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا شروطه. الكلام له شروط 4، ولا يكون الكلام كلاما إلا إذا توفر فيه هذه الشروط. الأول اللفظ، خرج بهذا الإشارة لا يكون كلاما. إنسان قلت له: أين محمد؟ فأشار بإصبعه، ذاك هو، بدون أن ينطق. فبمجرد هذه الإشارة لا تكون كلاما، وإن كان معناها معنى الكلام، لكن عند النحويين لا يسمون الإشارة كلاما. هذا شيء. الثاني المركب. فالكلام حتى وإن كان لفظا لا بد أن يكون مركبا من كلمتين وأكثر. فخرج بالمركب المفرد لا يكون كلاما. محمد الآن لفظ وهو اسم مفرد، زيد الآن لفظ وهو اسم مفرد، يعني واحد مفرد، يعني يدل على واحد. فلا يكون المفرد كلاما إلا إذا تركب معه مفرد آخر. إذن لا بد من شروط الكلام أن يكون مركبا من كلمتين وأكثر. محمد قام، قام محمد، محمد ضرب محمد. هذا معنى مركب. المفيد، أن يكون الكلام التي تلفظت به وصار مركبا أن يكون مفيدا. ماذا خرج؟ خرج غير المفيد. إذا تلفظ الإنسان بكلام طويل وكان هذا الكلام مركبا من كلمات ولم يفيد السامع لا يسمى كلاما. مثال ذلك: إن جاء الأستاذ ودخل
على الطلاب. الآن انظر، إن جاء الأستاذ ودخل على الطلاب، طيب ماذا يفعل؟ هذه جمل الآن، إن جاء المدرس ودخل على الطلاب، جمل كلمات، لكن لم تفيد شيئا إلا إذا جاء بما يكمل هذا الكلام بالفائدة. أنصت التلاميذ مثلا، إن جاء المدرس ودخل على الطلاب أنصت التلاميذ، الآن صار مفيد. إذا لابد من الكلام الملفوظ به الذي تركب من جمل أن يكون مفيدا. إذا لم يكن مفيدا حتى وإن كان لفظا مركبا لا يسمى كلاما. وخرج أيضا كلام المجنون، بعض أهل العلم يقول كلام المجنون وكلام النائم، وإن كان لفظا مركبا من كلمات لكن لا يقال كلاما، لأن المجنون كلامه ليس بمفيد والنائم كذلك. الرابع بالوضع، أن يكون هذا الكلام بالوضع العربي. إن تكلم الإنسان بلفظ مركب مفيد لكن بالإنجليزي مثلا، عند النحويين لا يعتبرونه كلاما، لأنه لم يوضع على الوضع المطلوب الذي هو العربي. إذن شروط الكلام 4: لفظا مركبا مفيدا بالوضع. وبعضهم يقول هذا شروط كثيرة ممكن نجمعها على شرطين اثنين. نقول مثلا اللفظ المفيد، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. لفظ مفيد، واللفظ المفيد لا يكون إلا جملة مركبة بالوضع العربي. قال: وأقل ما يتألف الكلام من اسمين، هذا أقل حوال، نحو زيد اسم، قائم اسم. إذن هذا أقل ما يتألف، يعني زيد وحده لا يكون كلام وقائم وحده لا يكون كلام، أقل ما يتألف من اسمين. أو من فعل واسم، نحو قام زيد، هذا أقل ما يتألف. وقد يزيد على هذا لكن لا ينقص على الاسمين ولا عن فعل واسم أبدا. هل يكون من فعل واسم وحرف؟ نعم، ضرب زيد، أو دخل زيد إلى البيت، دخل فعل، زيد اسم، إلى حرف. إذن أقل ما يتألف من اسمين، أو من فعل واسم، أو من اسم وفعل وحرف، هكذا يقال. وبهذا نكتفي، ونكمل إن شاء الله تعالى ما بقي من الدروس في أيام لاحقة، بالله التوفيق.